يا اهلا بيكم في حلقة جديدة. في البداية لو اول مرة تشوفني ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. بيبدأ فيلمنا النهاردة في اليابان عام 1917 في بيت هانزو هاساشي، وبيكون الراجل دوت محارب عظيم في الوقت دوت، وواقف مع مراته وابنه الصغير وعيلة سعيدة مع بعضهم. وبعدين بيروح هانزو للبيرة علشان يجيب مية، ومراته وابنه بيدخلوا البيت، وفجأة بيدخل لهم محارب اسمه ساب زيرو وبيقتلهم. لكن قبل لما بيدخل لهم بتكون الام لاحظت ان هو قتل كل الناس اللي بره، فبتخبي ابنها الرضيع قبل لما يدخل. وبعدين هانزو بيجري على البيت علشان يعرف اللي حصل، ولكنه بيتفاجئ ان مراته وابنه مقتولين ومتجمدين. وبعدين بيلاقي رجالة ساب زيرو داخلين عليه، فبيبدأ يتخانق معاهم ويقتلهم كلهم. وبعدين بيدخل على ساب زيرو بنفسه، وضربة من ده على ضربة من ده، والمعركة بينهم كانت شرسة لحد لما ساب زيرو بيقتل هانزو بخنجر في رقبته، وبيسيبه سايح في دمه وبيمشي. وبيسمع صوت ابنه الرضيع وبيزحف على الارض وهو بيموت علشان يوصله، ولكنه بيموت، والجثة بتاعته بتبدأ تتحرق لحد لما بتتبخر. وبعدين بيظهر شخص غريب من البرق، عينه شبه البرق، بيروح ياخد ابن هانزو الصغير. وبعدين بنعرف ان في قوة من العالم الخارجي هتغزو الارض لو الارض خسرت في معركة المورتال كومباكت. وبيكون كمان في نبوءة بتقول ان في واحد من سلاسة هانزو من احفاده، يعني المفروض ان هو هيعمل فريق يواجه القوة ديت ويكسبوا معركة المورتال كومباكت لصالح الارض. وبعدين بنشوف واحد اسمه كول بيجهز نفسه علشان ينزل يقاتل حد في حلبة الملاكمة، ولما بينزل بيقابل واحد يطحنه ضرب، وبيستسلم كول لانه خلاص مش قادر علشان خد علقة محترمة. وبعدين بتشوف العالم الخارجي بيكون في شخصين، ساب زيرو وواحد كمان هنعرفه بعدين، بيتكلموا عن بطولة المورتال كومباكت وان هي خلاص بقت قريبة جدا، وبيبقوا خايفين النبوءة تطلع صح ويخسروا البطولة، فبيتفقوا يدمروا الفريق بتاع الارض قبل ميعاد البطولة علشان يضمنوا ان هما ما يخسروش. وبعدين بنشوف كول وهو في الحمام، وبيظهر قدامه لمدة ثانية كده هانزو. وبعدين كول بيبقى قاعد مع بنته، وبعدين بيجي واحد اسمه جاكس بيتكلم معاه عن العلقة اللي خدها من شوية. وبعدين بيسأله عن الوشم بتاع التنين اللي في رقبته، فبتقول له بنت كول ان هي وحمة وان هو مولود بيها. وبعدين بيمشي. بعد كده كول بيبقى قاعد في مطعم مع بنته ومراته، وبعدين الجو بيبدأ يشتي تلج، وبيبقوا مش فاهمين حاجة لان دوت مش وقت شتاء اصلا. وبيطلع ان دوت مش تلج، وان ساب زيرو وصل للارض وبيبدأ يهاجم الناس اللي في المكان ويضرب عليهم التلج بتاعه. وبعدين بيظهر جاكس وبياخد كول وعيلته في العربية معاه ويهربوا، وهم طبعا مش فاهمين حاجة من اللي شافوه. وجاكس بيقول لهم ان دوت ساب زيرو، وبيقول لهم ان هو بيدور على الكل اللي عنده العلامة بتاعة التنين ديت، وبيكون جاكس عنده نفس العلامة. وبعدين بيدخلوا في مكان فاضي وبيظهر ساب زيرو قدامهم، فجاكس بيدخل بياخد السلاح بتاعه وبيقول لكل ان هو يدور على واحدة اسمها سونيا في ولاية اندينيا، وبياخد كل عيلته العربية وبيمشي. وبيفضل جاكس علشان يحارب ساب زيرو، وبعدين بيبدأ يدور عليه، وفجأة بيلاقيه قدامه في عمارة مجهولة ويضربه بالنار، فالسلاح والرصاصة بيتجمدوا من قوة ساب زيرو ويضربوا في بعض لحد لما ساب زيرو يمسك دراع جاكس اليمين والشمال وبيجمدهم. وبعدين بيتقطعوا، وبعد كده بيموت جاكس. وبعدين كل ومراته بيكونوا هربوا في بيت في مكان مهجور، وبيتناقشوا في اللي حصل وان هما مش فاهمين ولا حاجة. وبيروح كل سونيا في العنوان اللي جاكس قال عليه علشان يفهم منها ايه اللي بيحصل، وبيدخل البيت بتاع سونيا وبيقعدوا يتكلموا عن الموضوع بتاع مورتال كومباكت دوت، بعد لما بيقول لها ان هو من طرف جاكس، وبتقول له ان العلامة ديت ما كانتش عند جاكس اصلا، وان هو اخدها لما قتل واحد كان عنده العلامة ديت، وان الراجل دوت كان عنده قدرات خارقة، وبمجرد ما جاكس قتله انتقلت العلامة لجسمه. وبيكون جاكس وسونيا كانوا بيخدموا مع بعض في القوات الخاصة في الجيش الامريكي، وبتقول له كمان ان هي دورت كتير في حوار العلامة ديت لحد لما عرفت اللي عنده العلامة ديت بيكون واحد من اللي هيكونوا في فريق الارض في حرب المورتال كومباكت. واثناء ما هما بيتكلموا مع بعض بتعرفوا سونيا على واحد مكتفاه عندها اسمه كينو، وبيكون كوكتيل اجرام قتل على تهريب مخدرات وحاجات تانية، وبيكون عنده نفس العلامة اخدها برضه من واحد قتله. وبنعرف ان سونيا ديت ما عندهاش العلامة اصلا. وبعدين وهما بيتكلموا بيظهر لهم وحش مرعب وغريب جدا، وبيضربوا في بعض حبة حلوين، وفي الاخر كينو بيقتله. وبعدين بيبداوا يتحركوا علشان يروحوا للمكان اللي المفروض هيتدربوا فيه علشان يستعدوا لبطولة المورتال كومباكت. وبيتفقوا مع كينو ان هو يجيب لهم طيارة توديهم للمكان، وبيوافق كينو بعد لما بتقول له سونيا ان هي هتديله 3 مليون دولار، والمكان دوت بيكون اسمه معبد ريدن. وبعدين وهم في الطريق بتحصل خناقة بين كينو وسونيا لانه بيستفزها لان هي ما عندهاش نفس العلامة، وبيبقى عايزها تقتله وتاخد العلامة ولكنها مش بتقتله. وبعدين بيظهر لهم واحد اسمه ليو كانغ من المعبد، وبيكون عنده قوة خارقة، وبياخدهم للمعبد وبيقول لهم ان هم لازم يبداوا يتدربوا في اسرع وقت لان ميعاد البطولة قرب. وبيدخلوا في باب سري جوه المعبد، وبتفرح سونيا لما تعرف ان كل الحاجات اللي هي عرفتها عن البطولة طلعت مظبوطة وحقيقية. وبعدين بنعرف ان جاكس ما ماتش وان هو في المعبد، وهناك بيحاولوا يركبوا له ايدين بدل ايده اللي اتفرتكت. وبعدين بيدخلوا على راجل اسمه اللورد ريدن، وبيقول لكل ان هو حالته النفسية والجسدية ما يستحملوش ان هو يقاتل. وبنعرف ان سونيا ما عندهاش علامة، وبيكون العدو فاز عليهم في 9 مرات
ضربات ورا بعض، ولو كسب مرة كمان هيستولى على الارض. وبعد كده بيظهر ساب زيرو في المعبد، والراجل اللي كان بيتكلم معاه ومعاه الاشرار بتوعه، وبيتكلم مع ريدن وبيقول له ان هو هيقتلهم قبل ميعاد البطولة، ولكن ريدن بيمنعه بقوته وبيعمل حاجز بينهم بالبرق بيمنعه يوصل له. وبعدين بيبداوا يتدربوا علشان يقدروا يواجهوهم، وكمان علشان يكتشفوا قوتهم الخارقة. ولكن هم ما بيوافقوش ان سونيا تتدرب معاهم لان هي ما عندهاش العلامة، وحلبة القتال مخصصة للاشخاص المختارين فقط. وبعدين بتروح لجاكس اللي بيكون فاق وبيتخض لما بيلاقيش ايده، وبيلاقي مكانها ايد حديد، وبيبدا كل يتدرب مع كون غلاو في الحلبة. وبعدين بيكون كل اتصاب فبياخد له علشان يخيط له جرحه. وبعدين جاكس بيتدرب بالدراعات الجديدة بتاعته وبيكون محبط لانه مش عارف يستخدمها، وبتحفزه سونيا وبتفكره ان هو دايما كان بيساعدها في الجيش. وبيقعدوا كلهم مع بعض بالليل يتعشوا سوا، وفي وسط القاعدة بيحصل خناقة بسيطة، وكينو بيتعصب وبيكتشف قدرته الخارقة، وهي ان هو بيطلع اشعة ليزر حارقة من عينه. والقائد ريدن بيقول لكول ان هو هيبقى عليهم لان هو لحد دلوقتي مش مكتشف قوته الخارقه، وبيقول له كمان ان هو من نسل هانزو. وبعدين بيفتح له بوابه علشان يرجع لعيلته. وبعدين بنشوف ساب زيرو وشانغ والجماعه الاشرار دول بتوع العالم الخارجي، وبيقول لهم ان هم هيقدروا يهزموا ابطال الارض بسهوله علشان مستواهم مفيش خالص، بس في مشكله واحده وهي ان ريدن بيحميهم وان هم مش هيعرفوا يدخلوا المعبد. وواحد منهم بيقول لهم ان هو هيروح يعرض على كينو يشتغل معاهم علشان كينو ده اصلا واطي وممكن يبيعهم بسهوله، وفعلا كينو بيوافق، واطي يعني. وبعدين بيروح يدمر السد اللي ريدن كان عامله علشان يمنع الناس ديت توصل لهم، وبتتفتح بوابات بيدخل منها الناس الاشرار بتوع العالم الخارجي. وبعدين بتبدا معركه وبيكون كينو بيحارب مع ساب زيرو والناس ديت على الناحيه التانيه. بقى بنشوف كول بيحارب وحش غريب، واثناء ما هو بيحاربه بيكتشف القوه الخارقه بتاعته واللي بتكون بدله حديد تمتص قوه الضربات اللي بياخدها كول، بتزيد قوته وبتزود له كمان اسلحه جنب البدله. وبعد لما بيضرب في الوحش دوت شويه بينجح ان هو يقتله. وبعدين بتشوف تشانغ قتل واحد من فريق الارض اللي هو كونغ وبيسحب روحه. وفي الوقت دوت سونيا بتقع عليها حجاره كبيره، وجاكس بيروح علشان يساعدها ويشيل من عليها الحجاره بسبب دراعاته الجديده، ولكن بيكتشف القوه الخارقه بتاعته واللي بتكون في الدراعات الجديده بتاعته اللي هي قوتها بتزيد، وبيقدر يشيل الصخره من فوق سونيا وبينقذها. وبعد حبه ضرب حلوين كده بيفتح بوابه بيوصل منها كول، وبيتفاجئ شانغ او بيتخض لما بيعرف ان كول عرف قوته الخارقه. وبعدين ريدن بياخد ابطال الارض المكان كله تلج علشان شانغ ما يعرفش يروح وراهم، وبيتفقوا ان هم لازم يكملوا قتال. وبيطلع ريدن الخنجر اللي مات بيه هانزو وبيديه لكول وبيقول له يقتل وهو معاه روح هانزو. وبعدين بيتفقوا ان هم كل واحد منهم ياخد واحد من الاشرار في مكان ويتقاتلوا لان هم اقوى منهم وما عندهمش مشاكل ان هم يكسروا القوانين. وبيروح كل واحد منهم يتقاتل مع واحد من التانيين، وبيسيبوا ساب زيرو اخر واحد علشان يقضوا عليه كلهم مع بعض لان هو اقوى واحد ومحدش هيقدر يقتله لوحده. وجاكس بيخلص على الراجل اللي معاه وبيفجر له راسه بدراعه الجديد. بعدين سونيا بتبقى بتواجه كينو وبتقتله بسكينه في عينه، واول لما بتقتله على طول العلامه بتاعته بتتنقل لها، ولو بيقتل الراجل اللي معاه هو كمان وبيحرقه بالقوه بتاعته. وبعدين بنشوف البنت اللي بتواجه كول بتكون عندها قدره ان هي تختفي بسرعه، وبعدين سونيا بتساعد كول في قتلها عن طريق شعاع بيخرج من ايديها بتحرق جسم البنت وبتموت. وبعدين بنشوف ساب زيرو جاب القلاده بتاعت ايميلي بنت كول وبيوريها له، وبيدخل في بوابه وبيدخل وراه كول وبيكون مكان كله متجمد، وبيظهر له ساب زيرو وبيقول له اخيرا سلاله هانزو هتنتهي. وبيبداوا يتخانقوا وبيحاول ساب زيرو ان هو يجمد بدله كول ولكنه ما بيعرفش، وبياخد الخنجر من كول وبيعرف ان هو اللي قتل بيه هانزو وبيكون لسه هيقتل بيه كول. وبعدين بيظهر هانزو ويعوره وبيبداوا يتخانقوا برضه، واثناء ما هما بيتخانقوا بيروح كل مراته وبنته اللي بيكونوا متجمدين وبيحاول يفكهم من التلج. وبعدين بيبقى ساب زيرو مجروح وبيدخلوا هما الاتنين علشان يخلصوا عليه. وبعدين بيقلع ساب زيرو القناع بتاعه وهانزو بيحرقه بالنار وبيحرر بنت كول ومراته من التلج بتاع ساب زيرو. وبعدين هانزو بيختفي وسط النار وبيقول لكول قبل ما يختفي اعتني بالسلاله بتاعتنا. وبعدين بيظهر ريدن ولو والرجاله وبيبقى ريدن مبهور من ان كول قتل ساب زيرو لوحده. وبعدين بيظهر تشانغ وبيقول لريدن ان المره الجايه هيجيله بجيوش مش محاربين بس، وبيختفي هو وجثث المحاربين بتوعه قبل ما ريدن يضربه بالبرق وبيتنقل للعالم بتاعه. وبيقول لهم ريدن بقى ان لسه في اشرار لازم يقضي عليهم وان هو هيبدا يحط قائمه جديده من الابطال وهم يدوروا عليهم. وبعدين اخر حاجه بتشوف كول في المكان اللي كان بيتقاتل فيه وبينضرب فيه علشان ياخد فلوس، وبيقول لصاحب المكان ان هو مش هيعمل تاني كده وبيمشي وبيخلص فيلمنا على كده. ما تنساش لو الفيديو عجبك تشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. تابع صفحه الفيسبوك واعمل لي فولو على انستجرام. كان معاكم محمد ابراهيم من قناه اسرع فيلم، منتظر رايكم في التعليقات. مع السلامه.